كذاب، متحرش، حرامي، وقتل قتلة، وزي ما انت عايز تقول قول. انا بقى مش هكلمك عن اخطر مجرم في المكسيك ولا عضو في عصابة الياكوزا في اليابان، لا مجرم الحلقة دي هو الدولفين. صباح الخير مساء الخير، النهارده مجرم حلقتنا هو حيوان الدولفين. قول لي ازاي يا عم؟ ده صديق البيئة، ده الناس كلها بتحب الدرافيل أوي حسب معروفة يعني. بس أنا جاي النهارده أكشف لك الوجه المظلم لحيوان الدولفين. الدولفين يا معلم هو حيوان مدمن. أيوه مدمن، وانتوا عارفين طبعا الادمان يدق الابواب في اي وقت. اديني ثانيه بس واحكي لك الموضوع ده. تسمع عن سمكه الينفخيه؟ السمكه دي من سلاله كلها بتستعمل اسلوب دفاع واحد، وهو ايه؟ بتنفخ جسمها كده وبتبدا تفرز في مواد سامه ومخدره. الدولفين بقى بيعمل ايه؟ الدولفين كل ما يبقى كارف ولا مصدع يقوم رايح لم 2 3 اصحابه يقول لهم يلا بينا السهره صباحي. يخشوا على السمكه الغلبانه يا عيني، هي اول ما تشوف اي حد اكبر منها تقعد تنفخ. عندها نفس اسلوب الدفاع بتاع المصريين بالظبط. لما ما تحبش حد يقرب منك اضرب بصل كروم انتاج. اما بقى هو واصحابه يعملوا ايه؟ يقعدوا يشقطوا لبعض، ده ينغزها هنا، ده ينغزها هنا، ده يضربها هنا، ده يعضعض شويه لحد ما المزاج يتعدل ويبقى على عال. تعالى لي بقى، هنا في دراسه انتشرت عام 92 بتقول ايه؟ الورقه دي بتقول جمله واضحه وصريحه قوي هتحبها. كلما اقترب موسم التزاوج للدلافين أصبحت الذكور أكثر عنفا. أنا حافظها كده مرة واحدة ومش عارف أقولها تاني. ده معناه إيه بقى؟ إن كل ما الذكر يحب يتجوز مش بيعمل بروبوزل بقى والكلام الفاضي ده، لا يا باشا، تلاقيهم لموا 2 3 أصحابه ويجروا ورا الأنثى الدولفين لحد ما يفرهدوا أمها. حتى الورقة البحثية دي قالت إن في مطاردة قبل كده استمرت بين ذكر وأنثى الدولفين لمدة 85 دقيقة، 7 كيلو مسافة، رايح جاي خلاص يا ابني وانت مكسل تروح لها من زي التجمع. صباح الفل. مش بس كده، جينا كمان سنة 97 لقينا مرة واحدة اتفاجئنا في شواطئ فيرجينيا الجميلة ب 36 دولفين ميتين كده. قال لك انتحار جماعي للدلافين. ده بسبب ايه يا جدعان؟ حتى الدلافين بقت توكسيك ولا السيرابست هي السبب؟ مش عارفين، بس رجعوا بقى يجمعوا الأدلة ويشوفوا ايه سبب الانتحار الجماعي ده. ما يمكن ثورة مثلا، يمكن اعتراض، مظاهرات سلمية. قال لك دول ماتوا في فعل فاعل، جريمة قتل. يعني ايه؟ قال لك الاصابات كلها بتدل ان ده ضرب حتى الموت. طب مين عمل كده يا جدعان في البحر؟ قال لك ابهاتهم. يعني ايه؟ قال لك الدلافين اللي ميتين دول كلهم سنهم صغير، حتى لسه قبل سن البلوغ. الدولفين بقى لما يجيب العيل ويلاقي هياخد بامه منه والاهتمام بتاع الانثى كلها، لا يا معلم يعمل ايه؟ يقعد يضرب في امه يعجنه، يا يطفشه يا يموته. والله كلكم مصطفى ابو حجر في الاخر. بس انا عايز اسالك سؤال، تفتكر سمكه القرش هي اللي مفترسه؟